الجمال على اجمد استخبصيه في المجره. بص يا كبير، ناس كتير جدا شغلهم الشاغل اليومين دول ان هم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي علشان يكتب لهم مقاله او يعمل لهم صوره. وطبعا الكل معتقد ان الاي اي ده علامه ما بيغلطش لا سمح الله، بس الحقيقه غير كده طبعا، لان الروبوت ده هبات درجه اولى، لان البي بيقعد يالف قصص وبيخترع في تواريخ، وطبعا بتطمن اكتر ساعه ما بيديك مصادر لكتب هو مالفها. هو في الحقيقه قاعد بيشرب شاي بالياسمين جوه السيرفر ده، مخلي شركات كتيره جدا زي اوبن اي اي وجوجل ركابها بتخبط على الجيران، لان غلطه الشاطر ب1000 وده ممكن يكلفهم ملايين. وهنا بقى يا برنس هيجي دورك. النهارده مش جاي اقول لك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، انا هعلمك ازاي تثبته وتغربل كتبه وتكسب كمان من وراه بالدولار. بعد الفاصل استعد يا كبير علشان تتعلم مهنه صيادين الهلوسه. ليه يا معلم لما تسمع فيديوهات الربح من اليوتيوب بالذكاء الاصطناعي وتروح تطبق ما بتكسبش من وراها سنت واحد؟ اجاوبك، ده طبعا لان السوق الرقمي بقى زحمه يا دنيا زحمه، عامل بالظبط زي سوق الجمعه، الكل بيعمل نفس الفيديوهات بنفس الخلطه، ساعتها يقول لك خلطه وندمان عليها. طب ليه؟ لان مفتش اليوتيوب دلوقتي اصبح عنده القدره انه يقفش المحتوى الالي اللي ملوش 100 لازمه. الاستخبصيه هنا ان احنا هنعمل حاجه اسمها هندسه عكسيه، ريفيرس انجينيرنج، يعني بدل ما نخليه يكتب لينا احنا اللي هنقوم نصحح وراه. دي مهنه اسمها اي اي ريد تيمينج، يعني حضرتك هتكون عضو في الفريق الاحمر اللي بيهاجم النظام ده علشان يطلع عيوبه. ده معناه انك هنا مش مجرد مستخدم والسلام، لا انت بتطبق حكم قراقوش على اداء الروبوت. عشان كده الشركات ما عندهاش مشكله ان هي تدفع لك بالدولار طالما انت فعلت وضع عين الصقر عندك علشان تكتشف الهلوسه اللي بتحصل دي. تعالى نتكلم بشكل عملي سيكا علشان برستيجنا قدام الاجانب. الهلوسه الرقميه دي مش معناها ان الروبوت ده شارب حاجه اصفره ولا دياولو، لا دي ناتجه عن ان النماذج اللغويه زي شات جي بي تي وديب سيك ما هي الا محركات توقع. يعني ايه؟ يعني هو بيتوقع الكلمه اللي عليها الدور في سياق كلامك معاه، وده معناه انه مش فاهم الحقيقه. علشان كده اوبن اي اي عملت ابحاث عن حاجه اسمها RLHF اللي هي Reinforcement Learning from Human Feedback، يعني التعلم بالتعزيز من التغذيه الراجعه البشريه. هبسطها لك ببساطه، هم محتاجين بشر حقيقيين من دم ولحم يقولوا للروبوت يا ابني الكلمه دي غلط والمصدر ده فنكوش. علشان كده التدخل البشري ده هو اللي بيخلي انظمه الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي ذكيه. علشان كده كمان الشركات بتتعاقد مع منصات زي داتا انوتيشن او اوتلير عشان بدورها تعين ناس تصطاد الهلاوس والاخطاء دي وتصححها. طب ازاي يا برنس اقفش الروبوت ده متلبس؟ سؤال حلو بس بشويش. اول حاجه سبب له احراج في التفاصيل. يعني ايه؟ يعني اساله عن احداث حصلت في منطقه جغرافيه صغيره، وده اللي بيسموه جيو تارجتنج، او مثلا عن قوانين بلدك. هنا بقى يا معلم هتلاقي الروبوت بدا يهيس ويهلوس كمان. تاني حاجه لازم تعملها، قول له اثبت لي ان كلامك ده صح من خلال مصادر ولينكات، علشان تكتشف بعد كده للاسف ان 40% من اللينكات اللي بيطلعها شات جي بي تي 4 في المواضيع الكبيره والمعقده دي فعلا بتكون ميته او من وحي خياله. ثالث حاجه لازم تعملها، العب معاه لعبه التناقض الذاتي، انك تساله سؤال وبعدين تساله نفس السؤال بس بصيغه تانية خالص، ساعتها هتشوف هيغير كلامه ويطلع حنفي ولا لا. لو قفشته مبروك عليك يا معلم، انت كده نفذت اول خطوه في تقارير صيد الهلوسه اللي بتتباع بفلوس كتيره جدا لمنصات تقييم البيانات. يا جدعان المستقبل مش للي يعرف يدوس انتر على الكيبورد وخلاص، المستقبل للي بيعرف يفكر ويحلل. صيد الهلوسه مش محتاج كمبيوتر منك ب50,000 جنيه والاشتغالات الكتيره دي، انت بس محتاج موبايل في ايدك ودماغ صاحيه تنخور في كل حاجه. طبق نفس الاستراتيجيه دي علشان تجتاز اختبار القبول بمنصات داتا انوتيشن او اوتلير، وهتدعي لي. كل المصادر موجوده في وصف الفيديو. استنونا الحلقه الجايه، سلام يا ابطال.